السلام عليكم. طبعا ده متابعة للفيديو اللي كان قبل كده، عشان كان في ناس كلمتني وقالت لي هي محتاجة تشوف الأحجار ديت بتاعت الكشاف. مفيش مشكلة، هنجيبنا الكشاف اهوت، كشاف موبايل عادي. هنجيب مثلا زي الحجر ده نوع من أنواع اللي هو بيقول عليه روز كوارتز. طبعا الحجر ده أنا كنت قلت لكم المرة اللي فاتت زلطة. شوفوا الحجر تحت الضوء في الشفافية، طبعا رواسب وعوامل الجو وعوامل التعرية عبر السنين، ملايين السنين طبعا. اللهم صل على النبي. مثلا زي الحجر ده احنا شفناه المرة اللي فاتت تحت الضوء، شفافية عالية جدا. طبعا احنا قلنا أهم حاجة في الحجر ايه؟ اللمعة، يكون ناعم شمعي، يكون فيه صور. ده الأحجار دي كلها أحجار من على الرمل من فوق، ما فحتناش تحت ولا غوطنا. شفافية الحجر طبعا مش هنبص للرواسب الخارجية. شوفوا الرواسب، ده رواسب من ايه؟ عوامل التعرية عبر السنين. عفوا. طبعا حجر زي ده ناس كتيرة بتقول عليه عقيق طبقي، الله أعلم. بس احنا زي ما اتعودنا عشان خاطر نقول ده حجر ايه، لازم نقيس الكثافة والصلادة. الصلادة بتعرف صلادة الحجر كام؟ طبعا عندنا من القوارض السبعة، 7.5، العقيق 7، أضعفهم اللؤلؤ 1، أقواهم الماس. يعني دي كلها الأنواع اللي هي الخارجية من بره. أنا مش هتجيبلكوا على الكشاف جامد عشان خاطر طبعا الإضاءة زي ما انتوا شايفين، بس الشفافية بمصداقية. وده نبذة مختصرة عن